بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، صحة فطوركم ومرحبا بكم معايا في هذا الجزء السابع من السلسلة التعليمية الخاصة بصنع إكسسوارات الشعر. اليوم بإذن الله جبت لكم موديل شباب بزاف، وبزاف الأخوات اللي طلبوني قالوا لي ديري لنا موديلات ما فيهمش الخياطة تاع الماشينة، بزاف اللي ما عندهمش الماشينه وبغاو يخدموا بيديهم. جبت لكم هذا الموديل شباب وما فيش يعني تكلفه كبيره وسهل. هذا تستحقوا نحتاج فقط 4 قطع من الحاشيه هذه اللي عرضها فيها في العرض 4 سنتيمتر، ولا لقيتو تاع 5 سنتيمتر يكون احسن. نجيبو نقطعو هنايا قطعتين فيهم 40 سنتيمتر وقطعتين الاخرين فيهم 30 سنتيمتر. نجو هنايا في التالي تاعه ندخلو ب3 و 4 سنتيمتر ونقطعو على يعني نروحو نيشان للتالي كي شغل انا داير مثلث. من جهة ثانية تاني ندخلو بهذاك القياس ونروحو نيشان للتالي. شوفو كيفاش راني وريت لكم، كبرت لكم الصورة هكا. ونروحو تاني للقطعتين الاخرين اللي قلنا كيما قلنا فيهم 30 سنتيمتر. نعاود القياسات 40 سنتيمتر، قطعتين فيهم 40 سنتيمتر وقطعتين فيهم 30 سنتيمتر، والحاشية فيها 4 سنتيمتر في العرض. كي نكمل نحرق لهم جوانب تاعهم منا باش ما يتنسلوش. ونجو نبدو بالتاع اللي فيه القطعتين اللي فيهم 30 سنتيمتر. نبدو من تحت وين بدينا التقطيع تاع المثلث هذاك، وين حسبنا 3 و 4 سنتيمتر بدينا نقطعو، يعني الجهه اللي صغيره نبدو منها. نبدو نخيطو كيما هاك، نطلعو نعاودو نروحو كاع على طول الشريط حتى نعاودو نهودو مع هذيك اللي عاودنا قطعناها بجهه ثانيه. كي كملناها ما نعقدو لا خيط لا والو، نفس الخيط نفس الابره نروحو يعني نلصقو معاها القطعه الثانيه. كيما درنا هذه نعاودو نديرو القطعه الثانيه نفس الشيء، نروحو حتى التالي. احنا كملناها نسعفوها غير بالعقل باش تكون كيف كيف كاع على جهه واحده، يعني مش تكونش ملويه ولا وحده تشوف لتحت وحده تشوف الفوق، ولا لا لازم كاع يكونوا كيف كيف كي شغلها قطعه واحده. جينا هكا كي الورده. كي نكملو التستاف تاعها نحزموها كيما هاك، نعقدوها مليح، نزيرو ونقلعو غير هذاك نقصو غير هذيك الزياده تاع العقده ونخلو البرة لاصقه. نجو هنا نفرقو بين القطعتين كيما هاك ونلوو زوج ليات هكا، ليتين ولا 3، ورانا نخدمو في نفس الوقت رانا نسقدو فيها. صاي هكا ونكملو. كملنا مع هذه نخلوها على جهه، من بعد نسحقوها ونجو للقطعتين الاخرين اللي فيهم 40 سنتيمتر كيما درنا في الاولى نعاودو نديرو في الثانيه نفس الشيء. نخيطوها حتى نروحو للتالي تاعها، نعاودو نلصقو معها القطعه الاخرى ونخيطوها. احنا كملناها دروك. نجي دروك ما غاديش نعقد. انا دائما نقولكم باللي كي نكون ندير في هذه الاشغال هذه ندير الخيط على 4. ما نجي هنايا ندخل الابره ندخلها بين هذوك زوج خيوط وين بدينا الخياطه وين كاين العقده ندخلها تما بين هذوك 4 خيوط. علاش؟ بخاطش مانيش باغيه نزيرها وصاي، يعني باغيه انا نتحكم في الحساب تاعها القياس تاعها. نسقلها كيما هكا مليح ونجيب هذيك شوفوا كيفاش درت لها. ونجيب هذيك القطعه الاولى هذيك اللي خدمتها الورده الاولى، تاني ندير الفتحه فتحتين فتحات تاعها هادو مع الفتحات هادوك كيما هكا، ونسقدها كيما هكا وندير بحيث ندير الكبيره يعني التحتانيه اللي فيها 40 سنتيمتر خصها تكون اكبر من القطعه اللي فوقها بواحد 2 سنتيمتر هكا، ويكون القياس منا ومنا كيف كيف. صاي حكمت القياس تاعها باش ما يخسرليش القياس. نجي هنا ندير نفته في الجهه التاليه تاعها، هنا ندير نفته باش القياس ما يتخسرليش يقعد هو. نعاود نروح من الجهه الثانيه. هذه يعني مرحله حاجه اختياريه بصح انا نبغي نديرها.
نجي هنايا في الجهة الثانية ونعاود نحزم ولا ندير نفذة باش نلقي بين هادوك القطعتين باش من بعد ما يكونش هكا يهرب لي ولا. غير نفذة صغيرة كاع لتحتهم اللي بادية الخياطة. صاي كملت. دوك نجي هنا شوفوا الشكل تاعها راه جاي طويل شويه. نجي هنا نلصق فوقها هذيك القطعه الاولى ونفرق كيما هاك. صاي نحكمت القياس دروك راه دايما طبعا التحتانيه راها كبيره على الفوقانيه، ونحكم هاكا مليح ونحزمها بالخيط، نحزمهم مع بعض كما قلت لكم زوج ليات ثلاثه، ونعاودو نحزمو مليح مع بعض. غير ركزوا معايا وغادي تنجحوا فيها ان شاء الله، ماشي ما فيهاش خدمه صعيبه ولا، بصح تجي شابه. هذه ثاني يعني تجيكم مشروع هايل، خاطرش ما فيهاش كاع الخساره كما نقولوا، ما فيهاش كاع التكاليف بزاف. شوفوا كيفاش درت لها، راه لاصقه دروك معاها هنا في هذه الجهه يعني منا ومنا باش ما تقعدش هذيك وحده طايره على وحده. نجي هنايا بيناتهم بين القطعه الفوقانيه والتحتانيه ندير هنا شويه سيليكون، ما نديرهاش باين ولا باش ما يضيعليش الورده تاعي. نديرها وين راني دايره الخياطه التحتانيه، هذيك الخياطه اللي جبدتها، هذاك الخيط اللي جبدته تما ندير شويه سيليكون ونلصقها كيما هاك من الجهتين. نروح جهه ثانيه ثاني كيما درت هذيك ندير هذيك. ندير غير نقطه ما نكترش السيليكون هاكا. نجي دروك لتحت الجهه الخلفيه تاعها، الا كان شي حاجه طايره ولا لصقها كيما هكا باش تلصق طبعا جهه تحتانيه مع الفوقانيه غير بشويه هكا. ومن بعد ندير السيليكون هنايا في الوسط وندير لاستيك هذا. شوفوا كيفاش جات، ومازال المرحله النهائيه مازال. شوفوا دروك غادي جبت هنا هاد الحاشيات هذه رقيقه، جبتها كديكور، تبغوا ديروها تبغوا ما ديروهاش، بصح انا عجبتني زعما كي ديريها تجي حاجه شابه بزاف تربحها. جبت هنا 4 قطع، كل قطعه درت فيها زوج مورات هكا، طبعا هذه اختياريه تجي وحده منا وحده منا. ولصقهم هنا، نحلهم هكا نديرهم في الوسط ولصقهم هنايا في الجانب تاع هاد الورده. من بعد ندير عليهم القطعه الاخرى باش تشدهم تجيو كيما هكا. دروك هاد القطعه اللي راني باغي نديرها دروك خدمتها وصورت الخدمه تاعها، بصح لقيت القطعه المقطع هذاك مشالي، بصح دوك نلصقها معاكم بعد نعاود لكم نعطيكم القياس تاعها وكيفاش خدمتها. المهم درك راها مخدومه، غادي نجي نلصقها. ندير هنايا لاكول في اللاستيك ونطلع معاها كيما هاك، ندور معاها غير بشويه، ما نزيروش يكونوا نخدموا فيها نلوو فيها، ما نزيروش ما نقصروهاش مليح، نخلوها مليحه على حسابها. ونوخروا هذوك الحاشيات اللي درتهم منا ومنا، ونجي في الوسط نيشان ونقعد ندور عليها الدوره الثانيه. راكم تشوفوا هذا المور هذا ولا العقيق ولا كل واحد كيفاش يسميه اللي راني دايرته هنا، هذا خيطته قبل ما نخدمها، من بعد نوريكم كيفاش غادي ندير له. طبعا نقصوا هذيك الزياده ونحرقوها بالبريكي باش ما تنسرش دائما. وهنايا السيليكون ديالها لداخل في هذه الحاشيه هذه راني طويتها ل2، دوك نوريكم بعد كيفاش درت لها باش ما تنسحلش. ولصقها كيما هكا.
شوفوا دروك غادي هذا المقطع هذا عاودته لكم باش تفهموا مليح. جبت الحاشيه هذه تطويها على 2 وديري في الفوقانيه هكا شويه سيليكون هكا، وديري فوقها القطعه الثانيه، يعني كي رانا طاوينها على 2 بصح ما نديرش السيليكون، ما نديرش نيشان على التحتانيه باش ما يقعدوليش باش ما تخسرليش من الفوق. شوفوا منا باش تقعد لي منا شابه ما فيهاش سيليكون ما تكونش باينه. وقبل ما ندير لاكور هذه نجي هنايا قبل ما ندير لاكور نطوي هذه على 2، هذه الحاشيه نطويها على 2 ونجي هنايا ندير القياس. انا هذه ماشي مقطعتها خاطش غير نوريكم. ندير القياس تاع هذه، ندير نبدا من تحت لاستيك ونعاود ندور كيما هكا دوره ثانيه. كي نجي هنايا في الدوره الثانيه نعين هنايا وين غادي ندير المور هذاك تاعي اللي عمرته هنا، نحدد هنايا وين غادي نديره ونزيد غير شويه حد يعني عند وين تطوال تحت ونمقص هنايا. كي نمقص عاد ندير هذيك لاكور اللي وريتها لكم كيفاش ندير نلصقها. ومن بعد نجي هنايا البلاصه اللي حددتها هنايا تاع اللي غادي ندير فيها المور، ونعمر المور بالابره والخيط. انا هنايا درت هذا الصغير هذا درت له كيما هاك، شوفوا كاع عمرتها خيطتها من بعد عاد لصقتها باش تجي الخدمه. ما بغيتش نديرها غير سيليكون ولصقه باش من بعد ما يطيرش. وهذا الكبير هذا درته هنايا لتحت. وطبعا هذه المرحله اختياريه، انا بغيت غير نوريكم واش درت وكيفاش درت. نتوما تنجموا ديروا المور تعمروه، تنجموا ما ديروش، ديروا غير حاجه هذوك لي بيغ هذوك راهم ينباعوا تلصقوهم، دوك اللي راح يسموهم هذوك لي بيغ هذوك تلصقوهم. تنجموا ديروا اي حاجه تبغوا ديروها. نجيو هنا في التالي حركت كاع هذوك الحاشيه الرقيقه هذه ونجي هنا في التالي تاعها ونعقد عقده صغيره كاع نعقدهم كاع كيما هكا ندور عليهم. وكما قلت لكم هاد الديكوراسيون هذه التاليه تاع لا فينيسيون هذه اختياريه، تبغوا ديروا اللي بغيتوا ديروه يعني عندكم الاختيار. هذه هي النتيجه النهائيه، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله توفقوا فيه. كما قلت لكم ما يكلفكمش وخدمته سهله ويجي شباب بزاف. نتمنى فقط دعموني باللايكات، وباللي عندها اي سؤال تخليه لي في التعليق، وان شاء الله ناخذ كل التعليقات بعين الاعتبار. ما تنساوش تبارطاجوا، ما تنساوش اللي اول مره تشوفني تشارك تضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم جديد وتعم الفائده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى.